ازيكم يا جدعان؟ فيديو جديد. وطبعا باين ان من صوتي ان انا عيان شويه، بس قلت لازم اعمل الفيديو عشان ما اقعدش اطول اكتر من كده. انا بقالي اسبوعين تقريبا ما نزلتش فيديو، وده عشان انا سافرت. كانت بالنسبه لي السفريه دي كانت مهمه قوي، وانا طالع في الفيديو ده اتكلم عن الموضوع ده. انا بقالي اسبوعين ما نزلتش اي فيديو، وده عشان انا كنت مسحول في موضوع السفر. يا دوبك رجعت هنا عييت في ساعتها. ما لحقتش فما كنتش عارف انزل خالص فيديوهات. المهم انا النهارده جاي اكلمكم عن السفر وعن قد ايه هو مهم. السفريه المره دي اثبتت لي ده. ليه بقى؟ لان انا زمان كنت بسافر وكنت اكتف ويلا نسافر ونصور ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده. لما انا استقريت شويه وبعدت عن السفر ابتدى يجي لي بقى كرياتيفيتي بلوك، وكنت عملت لكم فيديو قبل كده عن الموضوع ده. كرياتيفيتي بلوك اللي هو ان انت تقعد بقى ايه، تعصر دماغك كده ان انت تحاول تطلع اي فكره. مفيش، تحس ان انت ستك كده في مربع او في بوكس مش عارف تخرج منه. لما انا سافرت عايز اقول لكم يعني كميه افكار جات لي الحمد لله طبعا مش طبيعيه. يا جدعان السفر مهم جدا وهقعد اقولها كتير. لو تعرف تسافر سافر، حتى لو مش لازم يكون مكان بعيد او مكان قريب، ممكن يكون في نفس البلد اللي انت عايش فيها بس منطقه تانية غير اللي انت قاعد فيها. بصراحه انا رحت تايلاند قبل كده، ودي كانت تاني مره اروحها، بس اول مره اشوفها بالطريقه دي. كانت البلد مختلفه تماما عشان رحت مدينه تانية عن اللي انا رحتها المره اللي فاتت. المهم وانا هناك انا كنت عامل خطه كده ان انا ايه، الف شويه في المدن واعمل زي لوب كده ان احنا ناخد الموتوسيكلات ونطلع بالموتوسيكلات انا وسيف صاحبي ونلف حوالين ايه، تشانج ماي. تشانج ماي دي مدينه في تايلاند. بس لفينا بقى لفه كبيره قوي، لفه خدت معانا 4 ايام. اللفه دي بقى رجعتني بالزمن، رجعتني بايام لما انا كنت بسافر ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده. فانا كنت بعمل ايه لما باجي اسافر؟ كنت عادي اركب موتوسيكل ومعايا الكاميرا، يلا اقف في اي حته انترستنج كده ايه محتاجه تتصور. ده بقى اللي حصل المره دي، ان انا بقى واحنا بنسافر طول الوقت واحنا ماشيين نروح واقفين نصور هنا، نصور هنا، نصور هنا. فيعني جود نيوز ان شاء الله هيبقى في فيديوهات من الرحله دي وفيديوهات حلوه. الباد نيوز بقى ان هي ماتيريال كتير قوي، فهاخد وقت شويه لحد ما ايه اخلص المونتاج. انا في الفيديو ده مش هتكلم كتير بصراحه عشان انا حاسس ان انا عيان واظن باين من صوتي. وغير كده لو خدتوا بالكم انا ما اعرفش باين في الفيديو ولا لا، بس الجو غريب قوي النهارده. ما اعرفش دي غيوم ولا دي عاصفه رمليه ولا ايه، بس هو قدامي ابيض. بس المهم يا جدعان لو عملتوا فلوس وحاسين ان اسافر ولا اشتري معدات ولا مش عارف ايه، ما تنساش ان السفر مهم. يعني ما تقعدش طول حياتك انت بتشتغل بس وبتبني في نفسك بس، وما تنساش تاخد بريك، لان البريك ده بجد مهم. وانا بكلمكم لان انا يعني انا بقول لكم ان انا بقالي كتير ما سافرتش وبقالي كتير ما خدتش بريك. ده كان اول بريك اخده من سنين، فكان بجد فارق بجد في حاجات كتير. انا عايز اقول لكم ان وانا مسافر صورت حاجات في الطبيعي مش بصورها، لان بيئة مختلفة تماما، ناس مختلفة تماما، الكلام ده كله. بعدين ابقى رايح بمنتاليتي ان انا ايه، انا مش رايح شغل، انا رايح اصفي دهني بس. انا زمان كنت بسافر كتير، فكنت على طول حاسس بده، ان انا على طول حاسس بتغيير. لما انا وقفت اكتشفت ان كان في حاجه ناقصه في حياتي وانا مش عارف هي ايه. بس زي ما قلت لكم في اول حلقه خالص ان انا ممكن اكون عامل السيريز دي اللي هي بتاعت باسل على الطريق عشان ارجع نفسي تاني ان انا اعمل كونتنت. عايز اقول لكم ان ممكن يكون ده سبب ان انا ارجع اسافر تاني وارجع الباشن بتاعي القديم ان انا اسافر واصور والكلام ده كله. اتمنى ما تكونش اخر السفريه، ان شاء الله اسافر تاني واعمل فيديوهات تاني واستنوا الفيديو اللي جاي ان شاء الله. هو مش اللي جاي على طول يعني، هو ان شاء الله بشتغل عليه دلوقتي، وان شاء الله هيبقى فيديو حلو قوي في تايلاند. بس انا صورت حاجات حلوه بصراحه. بس انا الفيديو ده زي ما قلت لكم مش هتكلم كتير. ان شاء الله من الاسبوع اللي جاي نرجع نتكلم تاني ونتكلم اكتر وبتاع، واكون انا خفيت واعرف اتكلم معاكم احسن من كده. بس ده ايه، زي ما قلت لكم ده ريمايندر بس ايه على موضوع السفر او انك تاخد بريك. مش لازم يكون سفر، بس انك تاخد بريك. اشوفكم بقى ايه الاسبوع اللي جاي ان شااء الله. ما تنسوش بقى اللايك والكومنت والشير والسبسكرايب والحاجات دي كلها، ظبطونا كده يعني. واشوفكم الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. سلام.